السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل البريوش او الشريك بطريقة جديدة ومختلفة، وهيفضل طري لاخر قطعة، وبجد طعمه خطير ويدفي في الشتا ده. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. طبعا الاول هنبدأ ان احنا نعمل خليط الدقيق بالمية. ده بيبقى عبارة عن محسن للعجينة، عشان بيطري العجينة ويخليها تبقى طرية على طول لغاية اخر قطعة. هنحط المية على الدقيق وعلى نار هادية او الميكرويف. انا دخلته الميكرويف لمدة دقيقة الا 10 ثواني، وكل 15 ثانية بخرجه واقلبه وادخله تاني لغاية لما يبقى بالقوام ده. وبعد كده هحط المكونات كلها على بعض، وهبدأ ان انا اضربهم كويس قوي في الميكسر او على ايدي، مش مهم، بس انا كنت محتاجة حاجة سريعة عجنته في العجان. هبدأ ان انا اعجنه، واول ما العجينة تتلم عندي بزود بس حوالي مكعب زبدة او مكعبين زبدة، وهفضل اعجن في العجينة حوالي 7-8 دقايق لغاية ما العجينة عندي تتكون، تبقى بالقوام ده، طرية جدا ولينة وبتلزق بسيط خالص بالشكل ده كده. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هسيبها بقى تخمر. طبعا في البرد اللي احنا فيه ده فبنسيبها حوالي ساعة لغاية ما العجينة تخمر. هبدأ ان انا اعمل السكر او التوبينج اللي احنا هنحطه على البريوش ده. خليط عبارة عن زبدة وسكر ودقيق، بنخلطهم مع بعض لغاية ما يتكونوا عندي زي الحبيبات الصغيرة كده. كده جاهز معايا. هنبدأ بقى ان احنا نشكل العجينة بتاعتنا دي. العجينة بعد ما خمرت شايفين طرية قوي ازاي. انا هقسمها لحوالي 10 قطع، اكور القطع كلها وهبدأ اشتغل باول قطع انا كورتها. ولو لقينا ان العجينة بتلم معانا يبقى نسيبها تريح ربع ساعة، وبعد كده نكمل شغل بعدها. هبدأ ان انا افردها كده دورية صغيرة، وهدهنها بالزبدة وهلفها بالشكل ده كده، وهفضل امط فيها لغاية ما تبقى طويلة بالشكل ده، وهعملها الشكل الوردة الجميل ده. شايفين الفيديو باين خالص؟ شايفين بمجرد ما احنا بنفردها كده وندهن الزبدة ونلفها رول، وبعد كده بنقعد نفرد الرول ده نطوله، وبعد كده بناخد طرف بندخله من جوه والتاني من بره ونوصلهم مع بعض كده بالشكل ده. هي باينة قوي في الفيديو. شايفين هنا بطأت ووضحت اكتر. المهم ان احنا لما بنعملها رول كده بنقفلها كويس قوي، وبعد كده نبدأ ان احنا نمط فيها لغاية ما تبقى طويلة كفاية ان احنا نقدر ان احنا نلفها بالشكل ده. دي كانت عندي الكمية كلها، عملت حوالي 10 قطع. هنسيبهم بقى يخمروا للمرة التانية. وده بقى شكلها بعد ما خمرت. برضو في الشتا دي احنا هنسيبها حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. عندي بقى خليط البيض باللبن، وحطيت سنة فانيليا، وهبدأ ان انا ادهنهم كويس قوي بالخليط بتاع البيض واللبن، وهحط عليهم التوبينج اللي احنا عملناه بالسكر والزبدة والدقيق. هندخلهم فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، وهيخرجوا بالشكل الخطير ده. شايفين طرية قوي ازاي ومورقة من جوه جدا؟ شايفين عاملة ازاي من جوه؟ وبجد طعمها خطير. يعني ناقصة بس كوباية شاي. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.